اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض محشي ورق عنب ومحشي كروم، بس هنعمله في الفرن طعمه يجنن. سواء هنسويه في صينيه عاديه خالص او هنحطه في طاجن، الحالتين بيطلعوا المحشي بتاعنا طري طعمه جميل، الرز بتاعه مفلفل. لو ما عملتوش المحشي في الفرن قبل كده جربوا الطريقه دي، ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب للقناه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ويلا نبتدي. هنبتدي نجهز التسبيكة بتاعتنا. معانا 4 بصلات مفرومين، بصل أبيض أو بصل أحمر أو الاتنين مع بعض، المهم إن هما مفرومين ناعم. هنحتاج واحدة من الفلفل الأخضر الحلو أو السبايسي مع 3 فصوص من الثوم مفرومين ناعم. التوابل بتاعتنا هنحتاج ملح وفلفل أسود، كمون وكزبرة وبابريكا، شوية من البهارات، معلقة من السكر، ونعناع ناشف. هنحتاج كمان معلقة من هريسة الفلفل الحلو أو السبايسي زي ما تحبوا، أنا استخدمت الفلفل الحلو النهاردة. وكمان هنحتاج 4 كوبايات من عصير الطماطم معصورة بقشرها من غير مية، وممكن تستخدموا الكاند كراش توميتوز. في الحلة بتاعتنا هنحتاج حوالي من 4 ل5 معالق من زيت الزيتون، وهناخد تلتين كمية البصل ونبتدي نشوحهم لغاية ما ناخد لون ذهبي فاتح. انا بحب اسيب جزء من البصل يبقى لسه ني وانا بحطه على الخلطة، واول ما نوصل للون الذهبي ده هننزل بالفلفل والثوم لغاية ما نبتدي نشم ريحة الثوم، على طول ننزل بهريسة الفلفل الحلو. طبعا لو بتحبوا المحشي بتاعكم يبقى سبايسي هتحطوا هريسة الفلفل اللي هي الحار، وبعد كده نبتدي ننزل بعصير الطماطم بتاعنا، وهنسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض لغاية ما الصلصة بتاعتنا تبتدي تتقل كده وتتسبك. بعد ما الصلصة بتاعتنا اتسبكت هنبتدي بقى نحط التوابل والبهارات بتاعتنا، وكده التسبيكة بتاعتنا بقت جاهزة. كمية المحشي اللي هعملها النهاردة أنا هحتاج 4 كوبايات من الرز، وكمية بقى من الخضرة الكزبرة والشبت والبقدونس، وطبعا بقية البصل الني، وهنحط بقى معلقتين من زيت الزيتون، ونبتدي نحط التسبيكة لغاية ما نوصل للون اللي احنا عايزينه، ونخلي حوالي معلقتين كبار كده من التسبيكة علشان هنحطهم على الشوربة واحنا بنسوي المحشي. جهزت بقى الصينية والطاجن بتاعنا. أنا هعمل الكرنب في الطاجن، حطيت العواد بتاعة البقدونس مع العروق بتاعة الكرنب، ممكن تحطوا جزر بصل طماطم زي ما تحبوا. في الصينية العادية أنا بعملها كأنها ورقة لحمة بالظبط، بحط فويل وورق من الزبدة بحيث ان انا اغطي الصينيه كويس اوي، وبعد كده احط اي خضار موجود عندكم علشان الصينيه تبقى متقفله حلوه اوي وهي بتستوي. انا طبعا عملت قبل كده معاكم محشي الكرنب، وريتكم ازاي بنسلق الكرنبايه بتاعتنا هنا باسهل طريقه وازاي نقطعها. هحط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. كمان ورق العنب المعلب انا لازم طبعا بغسله كويس قوي تحت الميه في مصفى كده لغايه ما اتاكد ان هو مفهوش اي مواد حافظه لسه زايده، وبعد كده بغليه في ميه وليمون حوالي 3-4 دقايق حسب نوع الورق بتاعكم، وبعد كده بنطلعه من المية السخنة ونصفيه ويبقى جاهز ان احنا نشتغل بيه. نبتدي بقى نحشي المحشي بتاعنا. طبعا الكرنب بنحشي الورق الاخضر وبنحطه من تحت الاول، ونبتدي بقى نلفه على ايدينا او على الطبق، الطريقة اللي انتوا بتعرفوا تشتغلوا بيها، ونرصه كويس في الطاجن جنب بعض. وورق العنب بنحشيه بالطريقة المعروفة طبعا، بنحط حشوة صغيرة كده في النص ونبتدي نطبق عليها ونلم الجنبين ونبرمها ونضغط عليها كويس. وطبعا لو ورق العنب الورقة كبيرة بنقسمها بالنص ونستخدم كل واحدة اكنها ورقة لوحدها. بعد ما خلصنا بقى حشو كل الكمية بتاعتنا نبتدي بنرصهم في الصينية حلوة قوي، ونزنقهم كده مع بعض كويس علشان وهما في الفرن يفضلوا بنفس الشكل. وبعد كده نبتدي بقى نجهز الشوربة بتاعتنا. النهاردة انا هعمل المحشي صيامي، فانا جهزت شوربة من الخضار، مجموعة خضار كده، بصل وطماطم وجزر وكرفس مع بهارات ورق لوري وحبهان. سبتهم يغلوا شوية وبعد كده حطيتهم مع التسبيكة. ممكن طبعا تستخدموا مرقة خضار. زودنا المحشي بتاعنا لغاية ما الشوربة تبقى مغطياه، بس لسه شايفين الصوابع بتاعتنا. طبعا على الورق العنب حطينا شوية من دبس الرمان وعصير الليمون، ونبتدي بقى نقفل الصينية كويس قوي بورق الزبدة. لازم نغطي الصواني بتاعتنا كويس جدا بحيث مفيش اي بخار يخرج من الصينية علشان المحشي بتاعنا ما ينشفش، فلازم نقفله حلو جدا. وهندخله الفرن على اعلى درجة حرارة على 525 تقريبا لمدة نص ساعة. بعد كده نهدي درجة الحرارة على 450 لمدة نص ساعة تاني. بعد ساعة بالظبط ورق العنب فتحت عليه زي ما انتوا شايفين كده، كان خلاص استوى جدا. ورق مستوي والرز بتاعنا مفلفل وريحته تجنن، وطاجن الكرنب والفلفل بتاعنا استوى وبقى دايب. لو ما عملتوش المحشي في الفرن قبل كده جربوا تعملوه، ممكن كمان في الفطار تحطوا شرايح من اللحمة معاه بيبقى لذيذ قوي. وقولوا لي رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.